بعمل فيلم اسمه الأسير، بطولة أنا وإخراج الأستاذ نور، المخرج العظيم. عشان أنت عارفة الكاميرا بتزود قوي، فكان لازم أعمل دايت وأعمل حاجات كده يعني عشان أطلع بالشكل اللي أنت شايفاه إن شاء الله. بيتكلم عن التيار الديني الوهابي المتشدد اللي بيحاول يغير الهوية المصرية بقاله أكتر من 30 سنة. وفاء مكي عاملة دور مش هتشوفوه يعني في تاريخها، أنا شايف كده مع احترامي لتاريخها يعني العظيم. نقلة دور مفاجأة يعني مفاجأة. من اي حاجه، فاكيد انا شايفاها محلل او شايفاها حلال. فالناس اللي بتفتي بعد ما الناس تموت هي مالهاش حق تاخد لهم قرارات بعد الموت. هو الفن ما يعرفش حلال او حرام او عيب، الفن ما فيهوش حاجه اسمها اخلاقيه او لا اخلاقيه. يعني الناس اللي عندها مشاكل وتقول لك الفن حرام، دي مشاكل نفسيه او مشاكل خاصه. وفي نماذج كتير دون ذكر اسماء على الساحه الفنيه تلاقيهم في حاله تردد، مره مش عارف مين يقلع الحجاب، مره يلبس الحجاب، مره ايه. الفنان لو ما كانش عنده قناعه شخصيه باللي بيقدمه هو عنده مشكله. المشكله مش في الفن ولا في اهل الفن. على فكره فيلم الاسير بيناقش ده جدا ان شاء الله.